تقويه، حاجات زي كده. ادينا فكره بعد اذنك عن الموضوع ده اهوت. طبعا استاذ اسامه، حضرتك استاذنا الفاضل، يعني ما لا نزكيك على الله، حضرتك طبعا بتتواضع بس دايما معانا. اشكرك. القصه طبعا انه زي ما حضرتك ذكرت، احنا في مرحله معينه من المراحل الميه الزرقاء بيبقى العلاج الدوائي مش مجدي، بنوصل بيه لمرحله انه بدي العلاج او بدي اكتر من دواء، واصل لاقصى حاجه ممكن استخدمها مع المريض، والمريض مش مستجيب معايا، وبيحصل تدهور في العصب بالرغم من ان المريض ماشي على الدواء مظبوط، بس متابعته بتثبت ان الضغط ما بينزلش للحد اللي انا عايزه، اللي هو ضغط العين المستهدف اللي قلنا عليه، وبيحصل تدهور في العصب البصري بالرغم من ان المريض ده عمال بياخد الدواء بانتظام ومتابعته ماشيه بشكل سليم، لكن هو مازال بيحصل برضه نوع من الضعف البصر، وبيحصل نوع من ضعف العصب البصري، وبيحصل انه ضغط العين ما بينزلش للحد اللي احنا عايزينه. دول بنلجأ معاهم لاستخدام الجراحات بتاعه الميه الزرقاء. طبعا جراحات الميه الزرقاء بتمر بخطوات. في الخطوه الاوليه البسيطه اللي هو بنسميه ترابيكيلكتومي زي ما حضرتك ذكرت كده، اللي هو ان احنا الهدف من العمليه دي هو انزال ضغط العين. هو بنعمل ايه ببساطه؟ احنا بنعمل فتحه توصل ما بين الخزانه الاماميه بتاعه العين وما بين ما تحت الملتحمه، اللي هو الجزء اللي ما تحت الملتحمه بتاعه العين، او السبيس او الفراغ اللي ما تحت الملتحمه. ده الغرض من العمليه، او ببساطه بنعمل ماسوره صرف، يعني بالبلدي كده، ان احنا بنصرف السائل ده خارج نطاق العين عشان نقلل الضغط. بنعمل ده عشان نقلل الضغط. هي دي عمليه بسيطه ما فيهاش مشكله، لكن هي بتحتاج فتره متابعه طويله، خصوصا الفتره الاولانيه. عمليه امنه وكل حاجه ما فيهاش مشكله، بس هي محتاجه مهاره شويه، لانه مش كل الناس تقدر تأديها بالشكل المطلوب او المفروض. فطبعا بننصح دايما انه اللي يؤدي العمليه دي حد يكون متعود او متمرس لمثل هذه العمليات. لما لا قدر الله بيحصل انه ممكن ما يحصلش استجابه للعمليه دي، ممكن ان احنا نستخدم الشنط او الصمام اللي حضرتك بتقول عليه. الصمام ده هدفه لما يكون عايز انزل بضغط العين اكتر من اللي انا خدته بالعمليه الاولانيه، فاحنا بنلجأ له في حالتين. لا قدر الله لو العمليه الاولانيه ادت يعني نتيجتها انه ما نزلش الضغط للحد اللي انا عايزه، او ان انا عملتها وما اشتغلتش الفتحه بشكل كويس معايا فاستمر ارتفاع ضغط العين، فبنلجأ هنا للصمام. الصمام ده فايدته بقى انه هو بينزل ضغط العين بشكل اكبر شويه، بس احنا ما بنحبش نلجأ له الا كخطوه اخيره، لانه محفوف ببعض الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، وبيحتاج مهاره اكتر من العمليه الاولانيه الحقيقه. تمام؟ فبننصح بيه في احوال معينه، لما يكون ضغط العين ما استجابش على العمليه الاولانيه، او حصل استجابه محدوده ولسه الضغط بيعلى، ما زال بيعلى تاني فوق الحد اللي انا عايزه. بنستخدم في الحالات دي الصمامات. طبعا في بعض العمليات اللي احنا بنستخدمها بتقلل ضغط العين شويه، وبنستخدمها تحديدا في الميه الزرقاء الخلقيه، زي ان احنا نعمل فتحات في زاويه العين الداخليه، او ان احنا نعمل زي قطوعات صغيره في الزاويه الداخليه دي باستخدام بعض الجراحات دي. طبعا دي مش كل برضو الجراحين بيعرفوا يعملوها، دي الجراحين المتخصصين بس في الميه الزرقاء هم اللي بيقدروا يعملوا العمليات دي الحقيقه. فده الجزء اللي خاص بعمليات الميه الزرقاء الجراحيه. قبل ما نسيبه دكتور احمد، استسمحك ذكر الساده المشاهدين بالتليف الفايبروزز اللي هو عدو الميه الزرقاء باي طريقه عملناها في العالم كله. الناس بتنسى القصه دي، ناس تقول لك عملنا عمليه